احنا شعب وانتوا شعب، رغم ان الرب واحد، لينا رب وليكوا رب. طبعا كل الناس في مصر فاكرة الأغنية دي، أغنية منحطة جدا، أغنية تحريضية جدا، أغنية قسمت الشعب المصري للمرة الأولى في التاريخ لشعبين، لقسمين، لطرفين، لمعسكرين، بل الأكثر من كده، لناس بتعبد رب وناس بتعبد رب تاني خالص. حاجة كانت غريبة علينا جدا، حاجة ما تعودناش عليها خالص، لكن كانت الهستيريا هي الحاكم في الوقت ده. كان التحريض الفج وتقسيم المجتمع المصري هو الحاكم في الوقت ده. كان اللي هيطبل للسلطة أكتر وهيعلي على اللي سبقه في التطبيل هيكون قريب من السلطة دي. فوصلنا لمرحلة إن الشعب المصري فيها بيتقسم على ألحان وصوت علي الحجار، الفنان المصري الجميل، الفنان المصري الكبير، الفنان المصري اللي صوته كان بيدخل كل البيوت المصرية في تترات المسلسلات اللي كان بيغنيها وما أكثرها في الحقيقة. مفيش بيت في مصر ما كانش بيسمع صوت علي الحجار في تتر مسلسل ده أو ده أو ده. كل الناس فاكرة صوته، فاكرة نبرته الحزينة اللي فيها شجن جميل، وعلي الحجار فنان جميل جدا ومن فناني الزمن الجميل. لكن في 2013 كانت الهستيريا هي اللي سايقه المشهد، فعلي الحجار تطوع او امر ايا كان وغنى احنا شعب وانتوا شعب. وهقف عند دي شويه، رغم ان الرب واحد، ليكوا رب ولينا رب، كمان خرجهم من المله. احنا شعب وانتوا شعب اتقتل بسببها ناس. الناس كانت بتمشي في 2013 بسبب الأغنية دي تبص في الوشوش، ده دقنه طويلة شوية يمكن يكون من الشعب التاني، اسحلوه، اقتلوه، بلغوا عنه الشرطة. البنت دي محجبة أو لابسة طرحة طويلة شوية يمكن تكون كانت لابسة خمار، يمكن تكون من الشعب التاني، اقتلوها واسحلوها وبلغوا عنها. كام ألف واحد جوه القضبان نتيجة ان علي الحجار غنى احنا شعب وانتوا شعب. آلاف البشر. كام أسرة عانت وقعدت ليالي وأيام خايفة إن الباب يخبط أو إن حد ينزل في الشارع، فالناس اللي تحت أصل دول مش الشعب التاني اللي غنى لهم علي الحجار، إحنا مش الشعب الأولاني اللي هو ضد شعب علي الحجار، إحنا ممكن ينكلوا بينا، ممكن يقتلونا، ممكن يعتقلونا، ممكن يحبسونا، ممكن نتخطف، ممكن نموت. كام بيت في مصر وكام أسرة في مصر قعدت ليالي وأسابيع وشهور خايفة إنها تنزل، والراجل خايف يروح شغله والولد خايف يروح مدرسته. ليه يا ابني؟ ليه يا سيدي؟ أنت ما تعرفش ولا إيه؟ إحنا شعب وإنتوا شعب، إحنا محسوبين على الشعب التاني. أصل إحنا كنا مع الناس اللي في ثورة يناير، أصل إحنا رفضنا الانقلاب العسكري، أصل إحنا كنا مع الإخوان، أصل إحنا انتخبنا مرسي، أصل إحنا مش مع السيسي. فأنت من الشعب التاني. كم واحد اتقتل، مش هقول اتحبس ولا اتخطف، اتقتل، سيحوا دمه في الشوارع، بلطجية الشعب بتاع علي الحجار، مئات بل آلاف البشر. كم واحد موجود في القبر دلوقتي اتضرب بالرصاص لأن الشرطة قررت القانون اللي هو إيه؟ إحنا شعب وإنتوا شعب. البلد متقسمة من 10 سنين، البلد مفصولة من 10 سنين، البلد مقسومة نصين من 10 سنين، والبركة في الأستاذ علي الحجار اللي غنى احنا شعب وانتوا شعب. حرضوا في الإعلام على الشعب التاني، لو عرفت انه بينتمي لهم بلغ الشرطة عشان تفصله، افصلوهم من شغلهم، طردوهم في الشوارع، احبسوهم في السجون، احرقوا بيوتهم، احرقوا ممتلكاتهم. ليه يا ابني؟ أصل احنا شعب وهم شعب. اصل رغم ان الرب واحد، احنا لينا رب، لكن دول كفرة، دول مالهمش الرب اللي احنا بنعبده، فلازم انه يحصل فيهم كده. ده كان خطاب علي الحجار، دي كانت اغنية علي الحجار. ايه اللي فكرك بيه يا أسامة؟ لا احنا في ذكرى التفويض ولا في ذكرى رابعة ولا علي الحجار مات ولا حصل حاجة. علي الحجار باركوله يا جماعة، لقد انضم للشعب التاني. الله، يعني ساب الاولاني اللي هو مع السلطة، واضح جدا ان هم طردوه، واضح جدا انه ده من اللي دوقوا للناس من 11 سنة. خلي بال حضرتك، انا ما بشمتش في حد، بالعكس انا بتمنى ان اللحظات اللي زي دي تكون لحظات تفوق اللي زي علي الحجار،
يفهم ان اللي بيبيع نفسه بالرخيص للشيطان، الشيطان بيرميه زي مناديل الكلينكس بعد ما ياخد غرضه منه. علي الحجار بيصرخ وبيقول ان الحفلات بتاعته مش بتتذاع على قناة الحياة في ميعادها، وبيتعرض مكانها حفلات العالمين، وانه لما بيذيعوا الحفلة ما بيعلنوش عنها فما حدش بيشوفها، او بيذيعوا حفلة كلها غلطات، وان هو مكمل في طريقه، وان الطريق طويل، وانه مش هييأس ومش هيمل ومش هيكل، وانه يا جماعة يا جمهوره العظيم الكريم الجميل اتبعوا علي الحجار، لانه الراجل بيسبح ضد التيار. تيار مين يا عم علي؟ تيار شعب العالمين. طب ما هو انت محسوب على الشعب ده. لا، هو انا ما قلتلكش، والنبي ما قلتلك بصوت سعيد صالح؟ لا، اخص عليا والله. مش علي الحجار يا جماعة الخير بعد 11 سنة بقى من الشعب اللي حرض عليه؟ بقى من الشعب اللي بيعبد رب تاني غير الرب بتاع السيسي والشعب بتاع السيسي؟ مش علي الحجار بيشتكي ان هو بقى مع الشعب الاولاني؟ شوف يا اخي، الدنيا دوارة. ده درس لكل واحد غنى في 2013 احنا شعب وانتوا شعب. هيدوسوا عليك بالجزمة، هيفرموك لو انت مش عارف اقول لو انت مش معاهم. ده علي الحجار اللي غنى يا جماعة. يا جماعة الخير، الناس دي ملهاش امان. الناس دي ما يعني انت مالكش دية عندهم. الناس دي ملهمش عزيز. سيء الذكر فقط يخدم سيء الذكر واولاده وشوية صغيرين من الحاشية بتاعته، عباس كامل واكم من شخص. انما هتقول لي ناس ورجال اعمال وحاشيه ومغني واحنا شعب وانتوا شعب؟ لا. خلصت يا علي الاغنيه، قتلنا بلسانك، حبسنا بلسانك، حرضنا بلسانك، قسمنا الشعب بلسانك، صدرناك انت في الواجهه. الناس هتشمت فيك، هتسبك، هتلعنك، هتدوسك انت كمان بالجزمه. خلاص خلصنا غرضنا منك يا علي. يلا توكل على الله، روح معاهم. انت ولا حاجه يا علي يا حجار. انت بالنسبة لسيء الذكر ولا حاجة. انت بتدفع تمن تحريضك، انت بتدفع تمن انك وقفت في معسكر منحط، انت بتدفع تمن ان انت كنت أداة فنية. بصوتك قتلوا ناس، بغناك حبسوا ناس، بالأغنية بتاعتك قسموا الشعب المصري. انا بقول تاني، انا مش شمتان في علي الحجار، لكن الحقيقة اللي بيحصل ده كان طبيعي جدا انه يحصل. اللي بيحصل ده منطقي جدا، وانا عارف ان في ناس شمتانه وهم يعني لهم كامل الحريه يشمتوا ويقولوا اللي هم عايزينه. في ناس اولياء دم. علي الحجار كان سبب باغنيته ان اهاليهم يموتوا ويبقوا في التراب دلوقتي. انا مين عشان اقول لهم ما تشمتوش؟ انا بعبر هنا عن موقف صحفي ومهني، انا على الهواء مباشره، مش شمتان في حد. لكن حضرتك ولي دم، حضرتك ليك معتقل، حضرتك ليك مختفي قسريا، حضرتك مستقبلك اتدمر، حضرتك اضطريت بره البلد او جوه البلد، حضرتك حياتك وقفت بسبب ان شخص قرر في لحظة انه يقسم الشعب المصري ويكون أداة لابسها في رجله سيء الذكر في 2013. انت لك كامل الحرية والحق انك تعمل اللي انت عايزه. اشمت، زغرت، افرح، غني، اعمل اي حاجة. لانه علي الحجار النهاردة مش عارف اقول للأسف ولا يعني لحسن الحظ، اصبح من الشعب الاولاني اللي حرضه.